مساء الخير عليكم، اخباركم ايه؟ النهارده عملت عصير فراوله. عصير فراوله ده جايباه طبعا علشان خاطر اخزنه لرمضان. حلو جدا، وازاي ان احنا نستخدمه صح علشان خاطر يقعد معانا كمان من السنه للسنه، مش لازم رمضان بس. فانا جبت قفص فراوله من قلت لكم امبارح في فيديو من سوق العبور. الكيلو واقف ب10 جنيه ونص او ب11 يعني. مش متذكرة قوي. ارخص طبعا من بره ب15 جنيه وب20 جنيه وب25 جنيه. القفص طبعا انا ما كنتش يعني جايباه لوحدي، عشان خاطر هو كان كبير، كان فيه 10 كيلو، فقسمته انا واختي وكده. فانا دلوقتي القفص ده لما جبته عملت بيه عصير الفراولة زي ما انتوا شايفين كده. عملته امبارح سبته يبرد لتاني يوم عشان ما ينفعش اعبيه في اكياس على طول. جبت طبعا الفراولة قطفناها كويس قوي وغسلتها كتير عشان خاطر طبعا الطين اللي فيها. الفراولة ما شاء الله كانت جميلة جدا في القفص، وكلها كبيرة وحمرة. حطيت الفراولة بعد ما غسلتها، حطيتها في حلة. الحلة ديت حطيت فيها الفراولة وحطيت عليها حوالي كوبايتين سكر كبار. وطبعا مش الفراولة كلها، الفراولة كانت مقسومة، بس الكمية ديت اللي قدامكم. انا حط عليها كوبايتين سكر ومعلقة ونص ملح ليمون. وفي لون بتاع الكيكات هوريهولكوا. دوت تحطوا منه ربع معلقة عشان ده بيحمر قوي. ده لون طبيعي بيتجاب من عند العطار، بيتحط عليها الكيكات والحلويات، ما فيهوش اي مواد حافظه. ده بيبقى لون طبيعي، قولي للعطار لون طبيعي بتاع الحلويات. في منه السايل، لو انت عايزه السايل ممكن تحطي نقطتين. هو دوت اللي بيخلي الفراولة، بصوا حمرة ازاي. ده طبعا مخلي الفراولة حمرة قوي كده. هي الفراولة طبعا حمرة، بس عشان لو عايزة تحمريها اكتر من كده بتحطي ربع معلقة من اللون اللي انا وريتهولكوا ده. وسبت الفراولة على النار لحد ما بقت عاملة كده هوت. طبعا اتهرت خالص، وبقى طبعا الشربات بتاعها عشان تطلعيها على طول من الفريزر. تحطيها في الخلاط مع مية وشوية سكر، على حسب السكر اللي انت عايزاه بتحطي قد ايه. هيبقى معاكي مركز، احنا دلوقتي عاملينه مركز، فطبعا لما تيجي تعمليه عصير هيبقى معاكي اخف من كده. بصوا تقيل جدا. طبعا حطيت هنا وانا حاطه الفراوله على النار عشان خاطر طبعا السكر ما يكرملش مع الفراوله، فحطيت كوبايه ميه كبيره عليها. كوبايه ميه واحده بس تحطيها عليها وتسيبيها على النار. اول غلوتين هتشيلي اللون الاحمر اللي فوق الوش بالكبشه وترميه، وبعد كده اللي هي الرغوه اللي فوق ديت بترميها. وبعد كده بتوطي عليها النار وتسيبيها كل شويه تقلبي فيها علشان خاطر ما تتحرقش لحد ما بقيت عامله كده اهو. طبعا الكلاكيع دي كلها بتتضرب طبعا في الخلاط. الملح الليمون بيبقى بيحافظ على الحاجه اللي انتي بتخزنيها، وبيحافظ على لونها كمان، ما تخليش ان هي تكرف من حاجه او لونها يغير او الطعم يغير. تمام. دي الفراوله بتاعت النهارده. هنعبيها بقى في اكياس ونحطها في الفريزر لرمضان. وممكن بقى تقعدي يعني القفص ده ممكن تجيبيه يقعد معاكي كتير جدا لو عملتيه لوحدك، ليك انت لوحدك وحبيتي ان انت تخلي الفراولة في البيت عندك للعصير اللي الولاد بيحبوه. ممكن تعملي طبعا اللي هو دوت كده هوت. ممكن تاخدي شوية في حلة لوحدها تسيبيه ان هو يطرى، او تعمليه بالهراسة او بالهاند بليندنج. الهاند بلندر سوري. تعمليه زي على التشيز كيك، وتعمليه يعني مهلبية فراولة، بيبقى طعمها حلو جدا. ممكن تعمليها تضربيها في الخلاط من غير ميه وتحطيها مع نشا، بتبقى مهلبية فراولة حلوة قوي. فجربوا الفكرة ديت وحلوة وخزنوها رمضان.
انتوا عارفين الفراولة بيبقى ليها موسم معين، مش كل الوقت بتبقى موجودة، وبتغلى طبعا، واحنا عارفين الحاجة في رمضان بتغلى. كل سنة وانتم طيبين. ودي حلقة النهاردة، الفراولة بتاعتنا لا تتخزن رمضان.